السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب كده ان شاء الله عليكم كده، يخش عليكم كده باليمن والخير والبركات. بصوا المشروبات الجميلة دي، يعني بصوا بقى هنعملها كده مع بعض كده. والاكل بصوا التحفة ده، عملنا كده ايه يعني ايه ورق عنب كده باللحمة كده، حتة من العكوة كده ما شاء الله اللهم بارك كانت حلوة. عملنا كده ورق عنب كده بيدوب في البق، مجففينه من السنة اللي فاتت، هيعجبكم قوي. عملنا شوية شوربة، شوية ملوخية كده عسل. والبطه بصوا يعني مش عايزه اقول لكم، واللون ده هتعرفوه خدته يعني حمرته ازاي، يعني سهل وبسيطه جدا. ان شاء الله في الفيديو هقول لكم انا حمرت البطه دي بالطريقه دي ازاي. شايفين لحمها ما شاء الله اللهم بارك. تمام، تعالوا بقى نبدا الاول كده. انا كده قمت من النوم، دي اول حاجه عملتها. تمام، عملت ايه؟ عملت العصاير. معايا هنا 3 لتر من الميه. تمام، حطيت عليهم نص كيلو من السكر. حطيت الباكت بتاع التمر هندي كله، ده باكت 300 جرام. تمام، نقلته الناحيه التانية وهنعمل مع بعض القمر الدين. تمام، حطينا كده لفه القمر الدين كلها في لتر ونص من الميه. تمام، انا بستعمل قمر الدين وتمر هندي الاحلام. حطينا عليهم نص برضو كيلو من السكر. تمام، بصوا هنستنى لحد ما يدوب خالص والتمر هندي غلي حوالي ايه كده زي 10 دقايق كده. بقول لكم شايفين الهلالات دي جميله جدا، علقتها كده على البار بتاع المطبخ، حلو قوي. هلال كده وفيه فانوس جميل قوي، عاجبني ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير يا رب كده. خلاص كده عصايرنا بقى بردت كده وخلاص بقت تمام. قلنا هنصفي ايه التمر هندي، بصفيه كده. تمام، دول 3 لتر. انا غليت الباكت كله في 3 لتر من الميه، الباكت 300 جرام. تمام، وصفيته وحطيت عليه لتر تاني من الميه، وحط عليه في الاول خالص نص كيلو من السكر. بصوا بعد ما صفيته حطيت على الباقي اللي فضل من البذور بتاعته لتر من الميه وهصفيه كده. تمام، يعني الباكت ده اخد 4 لتر ميه، هيطلع معاكي مظبوط، هيقعد معايا فتره. هحافظ عليه ازاي؟ هحط عليه ليمون. تمام، خليكم معايا خطوه بخطوه وهقول لكم انا بحافظ عليه ازاي. ليمون او ملح ليمون، بس انا ما كانش عندي صراحه ملح ليمون، فحطيت عليه عصره ليمونه اهي. الليمونه اهي جابوها لي اهو. تمام، هنحط بقى عليه ايه؟ الليمونه دي كبيره، هقسمها نصين، بس اعصرها كلها. نص هحطها على القمر الدين، والنص التاني هحطه على التمر هندي. بصوا كده تمام، عشان طعمه ما يغيرش واحنا في الشتاء، وهيقعد معايا فتره طويله. هنا حطيتها، هكمل بقى بقيه السكر. انا حطيت نص كيلو سكر وهو بيغلي، هحط النص التاني يعني بعد ما برد وكده وانا بحليه معاكم دلوقتي. عايزاه يعني مش حلو قوي، براحتك، السكر حسب الرغبه، بس ده هيطلع معايا مظبوط. تمام، قلبت بقى كويس كده. شايفين ده اللون كده من عند العطار؟ اخد على طرف المعلقه، شفتوا طرف المعلقه قد ايه؟ على 4 لتر من الميه. تمام، هيطلع لونه حلو قوي وجميل. بصوا الحاجات دي عندي بقى لها كذا سنه بصراحه، حلوه جدا وعجباني، وبعملها بتروق على دماغي. يعني بقعد فتره كده ما بعملش ايه نوع من انواع العصير اللي انا بعمله فيها. تمام كده زي الفل. بصوا قلبته كده ببعضه، وهوريكم لونه دلوقتي. شايفين؟ وطعمه ما شاء الله كان مظبوط. السكر يا جماعه حسب الرغبه، انا بيطلع معايا مظبوط، وولادي بيحبوا الحاجات دي مسكره شويه. خلاص كده تمام زي الفل. تعالوا بقى نعمل ايه؟ القمر الدين. بصوا انا القمر الدين مش هحط عليه غير بص نص كوبايه سكر على يعني على النص كيلو سكر اللي حطيته في الاول. لفه قمر الدين خدت معايا نص كيلو سكر وحوالي نص كوبايه كده. تمام، وخدت معايا لتر ونص من الميه. هنا معانا ايه بقى؟ هنا معانا طبعا كوكي كانت معذباني جدا. معانا باكت جيلي مشمش بيخلي قمردين طعمه حلو قوي. حطيته كده في بوله وفضيت عليه كوبايه ميه سخنه وكوبايه ميه ساقعه. هدوب كده واحطه ايه مع القمر الدين، بيخلي طعمه حلو جدا. لو عايزه كده اعمل منه كده مهلبيه، اعمل على طول بقى بالنشا مفيش مشكله. احط كده النص هنا في الخلاط، ولما اجي اضرب الباقي هحط ايه بقيت كميه الجيلي. حلو جدا وبيدي قوام حلو قوي قوي. وده تاني برضك بصوا حلوين قوي قوي بتوع العصير دول بصراحه. ويعني ايه بيغنوني كمان عن يعني تحطي كده شفاشق كتيره في التلاجة. هنا خلاص هحط بقى بقيه القمر الدين. هجيب بس شويه كده من الميه وعصره الليمونه وهضرب. بصوا تمام كده زي الفل.
ان شاء الله باذن الله هبقى اعمل مع بقيه العصاير، مع كل لما هعمل على نوع عصير باذن الله هصوره معاكم. تمام اهو زي الفل. هنحطهم بقى ايه في التلاجة ونبدأ في اكلنا. اليوم بدأته بالعصاير، اول ما بتقومي اول حاجة تعمليها هي العصاير. شايفين ما شاء الله الوانهم جميلة. دخلناهم بقى التلاجة. تعالوا بقى نبدأ في الاكل. معانا هنا حتة من السمنة البلدي كده حلوة، معانا ورق لورا، حبهان، مستكة، جزراية كده متقطعة، بصلاية. تمام، وحتة سمنة بلدي كده هنحط فيها ده كله. نحط البطة. تمام، نحط بقى بقية حاجتها وكده، هنديها كده تشويحة حلوة. وهنا حاطين مية هنحط فيها ايه ورق العنب. ورق العنب انا مجففاه بالسنة اللي فاتت ني كده في ورق الاسترتش. بصراحة احسن طريقة لورق العنب هي الطريقة دي، ان الفه ني في استرتش واحطه في التلاجة، لما تيجي كده تطلعيه تسلقيه كأنه طازة. اللي انا حطيته ده حطيت عصرة ليمونة. تمام، انتوا عارفين طبعا ورق العنب بيحب ايه الليمون. حطيت هنا ايه على البطه، كنت ناسيه الطماطمايه، غسلتها كده وقطعتها نصين وعصرتها كده بايدي وحطيتها على البطه. هقلبها. شايفين انا عايزاها تاخد اللون الجولد ده من كل النواحي. وبعد كده هنزل عليها بالميه السخنه، وعيني على ورق العنب وهو بيتسلق. هطلع بقى ورق العنب خلاص ما شاء الله. بصوا كأنك جايباه طازه ومفرزاه. تمام، بص ولا كأنك مفرزاه، جميل جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. حتى في الطعم الورقة بتشد ولا حاجة. شيليه ني، ما تشيليهوش مستوي، يعني ما تشيلوش مسلوق، لا شيليه ني. تمام، هحط كده كام حب كده من الفلفل الاسمر حبوب. بصوا اهي هبتدي اخدها على كل الجوانب. الحركة دي بتدي طعم حلو قوي قوي للبطة، وطعم ولحمها بيبقى مفتت حلو. بصوا نزلت بقى عليها بالميه السخنه، وكنت كمان غاليه ميه مطرح بصوا هنا اهي مكان ورق العنب انا كنت غاليه ايه ميه كمان، عشان ما تحطيش على البط او على اي نوع من انواع الفراخ. هتعمليها كده ميه بارده، لازم الميه تكون سخنه. هسيبها بقى ايه تاخد وتدي كده مع نفسها. حطيت كده معلقه من السكر عشان تسوي معايا البطه، وفي نفس الوقت تخليها إيه مسكره حلوه جميله. جبت انا بقى الكبه الجميله بتاعتي. الكبه دي نوعها فريش بس ما شاء الله اللهم بارك حلوه جدا. بتاخد من بصلتين كبار لتلاتة. تمام، بصوا هنزل بقى كل الجوانب كده وارجع افرم البصلة تاني. ان شاء الله باذن الله كده، باذن الله باذن الله كده ناخد شهر رمضان كده، يعني باذن الله يخش علينا كده يا رب كده ما حد يشوف فيه حاجه وحشه، وربنا يتقبل منا يا رب صيام وقيام وصالح الاعمال. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني بصوا يعني تكونوا فيه كده مبسوطين باذن الله. حطيت كده البصلايه في حبه زيت، وبعدين حطيت الملح. هلف البصلايه شويه، هنزل عليها كده بنص معلقه من الثوم. قد ايه الثوم بيدي طعم جميل للمحشي والله يا جماعه ومش بيبين. تمام، هلفه كده لفتين. بصوا خضره بقول لكم، دي الخضره دي عندي كانت في الفريزر. ايه بقى اللي حصل معايا بس انقذتني، كان كنت لما اعمل حاجه تفيد مني شويه خضره احطها فين حرميها، لا كنت بحطها في في كيسه في التلاجة لحد ما كونت كده حبات خضره كده. بصوا شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله خضره زي ما هي. اهم حاجه تكون الخضره ناشفه ناشفه ناشفه، ما فيهاش ولا نقطه ميه. تمام، نزلت بقى بالخضره شوحتها شويه كده مع البصله والثومه، خدت ريحه كده. وبعد كده نزلت بمعلقه صلصه بوريه، صلصه طماطم عادي. وبعد كده نزلت من الطماطم اللي انا مفرزاها برضو معاكم. كل حاجه بتنفع لما تكون الحاجه جاهزه عندك في التلاجة، قد ايه كل حاجه بتنفع. تمام، فتتها كده. هي كانت يعني مش مجمده قوي بس كانت ماسكه ببعضها. حطيت بقى ملح، كزبره، حطيت شويه فلفل اسمر، شويه نعناع، شويه بابريكا. بس ما بحطش على المحشي توابل مختلفة. ممكن هبقى اجيب بقدونس مجفف هحطه لانه بصراحة بيدي طعم حلو. كنت غاسلة بقى الرز ونزلت بيه، هقلبه بقى شوية كده. وبعد كده هنزل ببقية الخضرة وهوريكم قد ايه الخضرة خضرة جميلة جدا. يعني شيلوها في التلاجة يا جماعة ما تخافوش، بس اهم حاجة اهم في الموضوع تكون مغسولة ومتنشفة كويس جدا، تبقى مفرفرة كده في ايدك الخضرة، ما تبقاش فيها نقطة مية. بصوا شايفين خضرها والله ولا كأنها كانت في التلاجة. بصوا خضرة ما شاء الله زي ما هي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هقلب بقى كده كويس.
لحد كده ما اللون ايه، شايفين هو والله كان اغمق من كده بس انتوا عارفين التصوير بقى. هنقل البطه هنا، بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما خدتش غلوه على النار. هبتدي بقى ان انا ايه، املحها. هي فيها كل حاجه، فيها الفلفل الحب وفيها الحبهان واللورا والمستكه والطماطم والجزر والبصل، فهي مش محتاجه الا شويه ملح بس. حطيت كده شويه ملح، ويلا بينا نروح نحشي ورق العنب. تمام، هنا بقى جبت جزرايه وبصلايه وطماطمايه، احط عليهم شويه ملح وفلفل، وهحط عليهم كده معلقه كبيره دبس رمان. طبعا مين اللي قاعده، بصوا كارما، يعني مش عايزه اقول لكم كارما صارت صيامي النهارده، هتلاقوها في الفيديو كتير قوي. حطوا بقى اللايك والشير والسبسكرايب، الحقيقه احلى مع غدا عشان يوصلك مني كل جديد. هقلب كل الحاجات الجميله دي كده ببعضها، وهرصها ايه حبه كده في الصينيه، سوري في الحله. وبعد كده هرص كده اللحمه. ما شاء الله اللحمه دي ايه يا غاده، اللحمه دي من العكوه، شرايح من العكوه، حته حلوه قوي في اللحمه وناعمه وبتستوي بسرعه. هوريها لكم دلوقتي، او انا وريتها لكم اول الفيديو، هوريها لكم تاني اخر الفيديو. هرص بقى بقيه الخلطه اللي انا عملتها دي. هنا بقى انا عايزه اقول لكم ان ما شاء الله اللهم بارك، اول مره بسنت تلف ورق عنب والله العظيم، بس لفيت قلت لماما اعمل معاكي. تعالي يا حبيبتي صلي صيامك، سبتك طول السنه جايه اعلمك في رمضان، صلي صيامك يا حبيبتي. المهم بقى بصوا، هنا بقى جت شهودي برضو قالت لي ماما صلي صيامي معاكي، قلت لها صلي، بس انا تعالي انتي بقى سيبي ورق العنب وتعالي احشي لي انتي القطايف يا شهودي. حلوين كده لما البنات كده او ولادك او حبايبك يشاركوكي كده برضك في فطار رمضان كده. بصوا بيبقى الجو جميل ما شاء الله كده، والاجواء جميله كده. ربنا يا رب كده يعني يديم من نعمه كده عليكم كده ويبارك لكم كده في عيالكم، ويبارك في صحتكم. وان شاء الله باذن الله دايما كده بيوتكم تبقى منوره كده ان شاء الله بالعباده والصلاه ان شاء الله. بصوا ما شاء الله، يعني هي انا قالت لي ماما انا مش عارفه الف على ايدي، فانا علمتها تلف على الطبق. تمام، بصوا الورقه كانت مطلعاها بصراحه، علمتها قلت لها بس انت حبه الرز يكونوا صغيرين ويكونوا مفرودين، ما يكونوش مكورين كده في النص، عشان تطلع منك الورقه مظبوطه. بقت بصراحه بتعمل زي ما بقول لها. بصوا اهو، شايفين ما شاء الله لفيناهم كده بسرعه. انا هسيبهم واروح اعمل حاجه تانية. سبتها بقى ايه مع نفسهم كده ايه، اللي عملت القطايف واللي حشت الورق العنب، وانا رحت ايه عملت حاجات تانية. تمام، بصوا هنا هي يعني بصوا كانت بقول لها بس انت لما تحطي الرز تلاقيه كتل، لا يا حبيبتي شيلي منه شويه وخليه ايه، مفروض كده، ما تخلوش مكعور على ورقه العنب عشان تطلع حلوه. هنا هعمل ايه، هعمل الشربات بتاع القطايف. هتعملي ايه يا غدا، كوبايتين من السكر عليهم كوبايه وربع من الميه عليهم عصره ليمونه. سيبيه يغلي على النار 10 دقايق، ولا تقلبيه ولا تيجي جنبه، 10 دقايق بالظبط وطفي. هنا بقى شهودي كانت بتحشيلي القطايف، هما بيحبوا قوي 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 الاجواء الجميله دي. بصوا عايزاكم بقى تدعوا لشهوده يا جماعه، ثانويه عامه بقى ادعوا لها كده ان يكون ربنا معاها كده وينجح كل الثانويه العامه، وربنا معاهم السنه دي، ويدخل كده الفرح والسرور على قلوب كل الولاد اللي في الثانويه العامه يا رب. بصوا هنا كنت طفيت خلاص بعد 10 دقايق، وحطيت باكت من الفانيليا وقلبته. تمام، بصوا انا طافيه النار تمام كده زي الفل، هيتقل ويبقى جميل. بصوا هنا بقى البطه ما شاء الله اللهم بارك، ما خدتش والله العظيم يعني حاجه على النار. بصوا لون الشوربه اهي طلعتها هنا، لون الشوربه حلوه قوي قوي، وطعمها وريحتها كانت حلوه بالحاجات اللي احنا حطيناها. هنعمل ايه، هنعمل شويه شوربه لسان العصفور. طبعا لازم اول يوم رمضان شوربه لسان العصفور. هديها بقى شوربه من شوربه البط، بس بصراحه هكمل الباقي ميه عشان ما تبقاش تقيله قوي، لان هي كانت ما شاء الله يعني انا يعني محمراها بقى في السمنه البلدي، وهي اصلا بطه فتقيله شويه. فهنعمل لها ايه، هنديها كده ايه بس بق صغير كده، كام معلقه كده من الشوربه الدسمه دي، وهزود ميه سخنه من الكاتل عشان ما تبقاش تقيله عليهم. ده يعني لو عندك بط وعايزه تعملي شوربه وتقيله عليكي، اعملي ان الطريقه دي هتعجبك قوي. هنا بقى يلا ندهن البط عشان ندخلها الفرن. تدهنيها ايه يا غدا، بق من اللبن معاه كده معلقتين من الزيت، وتبتدي بقى تدهنيها كلها. هتاخد اللون الجولد اللي انتي بتشوفيه في التلفزيونات ده، شايفينه عارفينه هو ده، والله هتطلع جميله جدا. بصوا ما شاء الله اللبن يا جماعه بيدي لون فظيع، ولو عندك لبن رايب كمان يكون احلى. بصوا دهنتها بلبن وزيت، هدخلها بقى ايه الفرن كده تحمر. ونعمل حاجه تانية، كانت الشوربه غليت مش هعري عليها، هسيبها وهي هتخرط مع نفسها تستوي مع نفسها. هنعمل هنا شويه من الملوخيه. طبعا عارفين بردك الراعي الرسمي لاول يوم رمضان الملوخيه مع المحشي. خلاص خلصت الملوخيه، هنسوي بقى. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. بصوا شايفين الحشو ما شاء الله،
هنسقي كده الشوربه، مش عايزين الشوربه تغطي المحشي، تمام؟ يعني يا دوبك كده بصوا اهو زي الفل. احط بقى طبق وهغطيه واسيبه بقى ياخد كده مع نفسه كده غلوتين، بعد كده هبتدي اغطي عليه. تعالوا بقى نعمل ايه، حته سمنه بلدي كده، هنعمل الطشه بتاعه الملوخيه. حته سمنه بلدي كده حلوه، هنحط عليها كده معلقه من الثوم. بصوا زي الفل. هنقلبها بقى، لما تيجي تاخد لون هنبتدي نحط كزبره. ما تحطيش كزبره في الاول عشان ما تمررش معاكي. تمام. بصوا لما لفتها لفتين هحط بقى الكزبره، وبعد ما احط الكزبره ما فيش ثانيه واحده اهو زي الفل. بصوا شايفين لون الملوخيه كمان ما شاء الله. نحط بس هنا كده شويه عشان ناخد بقيه التوم اللي في الطاسه. يلا بينا نحمر ايه بالمره كده، ولسه الدنيا تمام. نحمر كده ايه شويه كده من القطايف، احطهم جنب الفطار عشان اللي عايز يحلي بعد الفطار يحلي، ما تبقيش يعني خلاص همتي بقى، لا خلصي حالك مره واحده. تمام. بصوا خدت اللون الجولد ده حلو جدا ما شاء الله، جميله. بتبقى نطلعها في الطبق. انا في ناس بتطلعها جوه العسل، لا احنا بنحبش نحطها جوه يعني جوه الشربيت. لا بصوا انا هعمل ايه، انا بعد ما هطلعها كده وهي سخنه هنزل عليها كده بالمعلقه. بصوا كده هرش عليها كده، بتبقى كده احلى، مش شاربه شربات كتير، مش مسكره قوي، مش مسخه قوي، حلوه جميله. عايزه تغمقيها عن كده براحتك. هرش عليها شويه مكسرات. بصوا انا القطايف حطها في كيس احطها في التلاجة. بصوا المشروبات بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله حلوه ازاي ما شاء الله. جبت فوانيس هنا بقى حطيت في البلح جميل. بصوا هنا بقى الاكل ما شاء الله. تعالوا اوريكم. بصوا اللحمه دايبه دوب ازاي، خدت يا دوب اسيبها الوحش بس. اللحمه دي اسمها عجوه. وادي ورق العنب ما شاء الله دايب، الورق بيتقطع بسرعه. وادي الملوخيه قوامها حلو. وادي البطه شايفين اللون اللبن والزيت عطاها لون حلو ازاي وهي زي الفل. بصوا ما شاء الله حلوه جدا. التحميره بالسمن البلدي برضه كانت طعم حلو. باي باي.